انا عملت ايه في حياتي يا رب عشان يحصل لي كل ده في يومين بس؟ وبعدين في السلسله دي ما اشتغلتش معايا ليه؟ طب وهم بيسرقوني؟ هاي everybody. النهارده احنا جمعناكم عشان مصيبة كبيرة. للأسف جواسيسنا أكدوا لنا إن في مختار جديد ظهر في مصر، ومش بس كده، ده قدر يوصل لسلسلة الطاقة الفرعونية. مختار مين يا معلم كرومبا؟ مفيش الكلام ده، مفيش مختارين غيرنا هنا. يوبا اقعد ساكت يا عم نتانا. بقالنا 14 قرن، كل قرن يظهر مختار جديد يغتت علينا عشتنا، ولا مرة واحد يجي من عندكم يريحنا شوية. جاتك البلا وفي الآخر تقول لي احنا مختارين احنا مختارين. بعد اذنك يا مستر كرومبا، كنت حابب اوضح حاجه. الاسطوره بتقول ان اخر مختار هيبقى اسمه على اسم اول مختار، ودي حاجه تقلقني جدا بصراحه. واسمه ايه المختار بتاع مصر ده بقى؟ يا عم الغبي، ما هو باين من الكلام انه متسمي على اسم الاولاني. مين ده يا جدعان؟ ده عضو جديد لسه محرص صغير مش فاهم حاجة. كان اسمه خالد وليد، ظهر في القرن السابع وكان قائد لجيش المسلمين ساعتها. عرفنا في عيشتنا. يا عم عرفك في عيشتك، انت كنت موجود ساعتها اصلا، انت هتشتغلنا. شوف يا عم جون، بعد ما ملكناه احلى حتة ارض عندنا وقعدناه جنبينا وامناه، جاي يتريق علينا. يا عم عارف والله، طول عمري بقول شلتر ده كان عنده حق. لحظة بس يا جدعان، شلتر مين وخالد وليد مين؟ انا مبقتش فاهم حاجة. انت غبي يا ابني ولا ايه؟ ما تعرفناش بقى، ده ايه اللي جابه هنا ده يا جدعان؟ انت تقصد سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم يا حبيبي، سيدنا ورضي الله عنه كمان. انت جاي هنا غلط ولا ايه يا ابني؟ انت عبيط ولا غبي؟ اكيد عبيط وغبي الاتنين يعني، هو لو بيفهم كان مشي ورانا اصلا. وانت ازاي يا معلم كرومبا معهد الحسالة دي زيها زينا كده وبتتكلم معانا وتاخد وتدي؟ ده اخره يقف جنب جون كده وما يفتحش بقه، لا مؤاخذة يا جون. دونت وري مستر نتانا. ادينا بناخده على قد عقله يا عم، بنقعده معانا اتنين وخميس. انت ما تعرفش ان ده اللي بيصرف على الجمعية من جيبه؟ ده اكبر شوار رز في المنطقة وهو اللي بنصرف منه عليك. طب وبعدين يا معلم كرومبا، انت عكننت علينا وما قلتلناش هنعمل ايه في الاخر. انت ايه رايك يا مستر نتانا؟ احنا تحرياتنا بتقول ان هو لسه مش عارف يستخدم السلاح اللي معاه ومش فاهم طاقة السلسلة. فانا رايي يا حبايبي ان احنا نسيبه لحد اما يوصل للصولجان، وممكن نطب عليه ناخد منه السلسلة والصولجان ونحتل العالم كله. ما محدش هيقدر يقف قدامنا اول ما نلاقي ارض المعارف المخفية. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة، اتلخبطت لحظة واحدة. يا عم ما تعرفناش بقى، قلتلك يا كرومبا ما تقعدش الاشكال دي جنبي. قوم اقف يا امرك يا سيد المعلمين. ازاي يعني يا عم بسكوت؟ احنا مش كنا متفقين ابو قسم؟ ولا انت عايز تكوش على المصلحة كلها لوحدك؟ قسم ايه ومصلحتي ايه؟ ايه شغل الحبسجية ده يا؟ انت مش خدت 200 جنيه؟ اقطم بقى خلاص. نعم نعم نعم، بقى انا تمامي عندك 200 جنيه؟ هو حد قالك ان انا شغال عندك يا اسطى ولا ايه؟ والنبي يا خالتي اقعدي ساكته، مش ناقصه الدراما بتاعتك دي. احنا داخلين على امتحانات ثانويه وابويا مش هيعرف يعديها لنا زي كل سنه. لازم نحوش نشوف فيها مصلحه، نعمل اي حاجه. الحق يا معلم، الواد كشافات اهو هناك، تعال نفتشه نعمل منه اي حاجه. اقعد يا عم، مش ناقصه فرهده. هو ده يحتكم على 50 جنيه حتى؟ يا عم يمكن نستفيد منه باي حاجه، مش هنخسر. تصدق يا شردة، انت اول مره تقول حاجه صح. انا ناسي ان الواد ده معانا في اللجنه كل سنه. يلا يا كشافاتو. يا شردة يا شردة، بوس ايدك فكك مني، انا اللي فيها مكفيني، مالكش دعوه بيها لو سمحت. بس يا يا شمال، انت مالكش دعوه بيه. وايه كشافاته دي؟ اسمه خالد، ده صاحبنا على فكره، عيب تعمل معاه كده. تعالى يا حدوته اخويا، اقعد بس اطلب لك كوبايه شاي روق كده. في ايه؟ لا يا اسطى معلش، انا تعبان ومش فايق خالص بصراحه وعايز اروح، سيبوني. يا عم لو مالكش في الشاي اجيب لك بور، يقعد بس اسمع الكلام. يا اسطى مش كده والله، انا بس تليفوني ضاع ولازم اروح عشان ما يلاقوش عليا، زمانه مقفول دلوقتي. ضاع منك ازاي؟ وقع مني في الاتوبيس، اتنشل مني في الاتوبيس. اتوبيس؟ انت متاكد ان التليفون هو اللي اتنشل مش حاجه تانية؟ قصدك ايه؟ يا عم اخلص، مين اللي فتشك يا زميلي من الاخر؟ بصراحة واحد اسمه بشلة، انا كنت هضربه والله، بس ندى واحد تاني كده لقيته جاي في ظهري شكله مرعب وكتره عليا ومعرفتش اعمل ايه. اقعد يا اسطى. طيب لا يا عم انا مش ناقص، انا هروح. اقعد ياض. دوس واحد واكسب 50,000 جنيه مع كولتون مضمون الأمان ماهر، والكولتون رجالة الصحة الحكيم. دوسي. الو يا عم بسكوت، انت لسه فاكرني ولا انت بترنش غير لما بتسمع ان انا اللي معايا الحلوة؟ بقول لك ايه، لا حلو ولا وحش، انا مبطل اصلا. امال بترن عايز ايه؟ انا كنت فاكر ان انت بطلت سرقه بالاكراه وبقيت تركز في اكل عيشك،
بقى المعلم كباكا علم اعلام قنوات الكرتون يمد ايده في جيب عيل صغير، مش عيب؟ ايه ده؟ هو الواد ده يخصك؟ بقول لك ايه، انا كنت مغيب اصلا، والواد بيشلا سخنا عليه ابن الجزمه. انا هكلمه خليه يرجع لك التليفون. حقك عليا يا بسكوته، معلش. لا ولا تكلمه ولا بتاع، خارج عنك، انا هكلمه انا معلمة. سلام. يا بسكوت عملت ايه؟ يابا ده بيخلص كل حاجة، ده ما تسألوش، ده شوية وهتلاقي التليفون جايلك لحد هنا. لا يا اسطى مفيش حاجة هتيجي المرة دي، احنا اللي هنروح هناك، وخالد هو اللي هيجيب تليفونه بنفسه عشان محدش يعمل معاه كده تاني. يلا يا عم، والله ده انا هروح امسك الواد اللي هناك ده، هرزعه قلمين واخد منه التليفون. انت لو رحت الواد ده هياخد منك السلسلة الحلوة اللي انت لابسها دي، هو ازاي ما شافهاش؟ يا خالد انا عايزك تنشف كده في الخناقة، لازم تتكلم بطريقة معينة، لازم تبقى ناشف. وايه قلمين دي؟ هو في حد بيضرب بالاقلام دلوقتي؟ قول هعوره، هفشخه، هعمله، هسويه، الكلام ده يعني. انا مش عارف يا اسطى، الاشاعة اللي اتنشرت في المنطقة بصراحة ان الواد العبيط ده ضرب المعلم سمنة الصبح، الناس مصدقاها ازاي؟ انا مش فاهم، هيجوا يتفرجوا عليه دلوقتي. ضربته يا عم؟ انت مش مصدق ولا ايه؟ تحب اضربك واوريك؟ روح يا تتشطر على اللي فتشوك. الواد واقف هناك اهو يا خالد، هتعرف تتعامل ولا اجي معاك؟ يا عم الواد ده ولا هيعرف يتعامل ولا يتنيل، هيودينا في داهية. بقول لك يا شردة، فكك مني، سيبوني انا اتعامل مني ليه؟ انت يا زفت اللي اسمك بشلة. ايه ده؟ هو انت تاني؟ انت جاي عايز ايه؟ انا جاي ارجع تليفوني. هات التليفون بدل ما افشخك واعمل فيك واسوي فيك. وانت حد قد ما حفظك الكلمتين دول ولا ايه؟ لا روح امك، انا حافظ حاجة تانية، تحب اوريك؟ عارف ياد لو جيتلي على سكة تاني؟ خلاص يا نجم انا اسف والله، حقك عليا، اللي ما يعرفك يجالك. يا حدوته خلاص يا حدوته، الواد هيموت في ايدك، انت اتحولت لسوبر مان ولا ايه؟ مستر كرومبا جالنا معلومات ان الواد عارف يشغل السلسلة. اهو ده بقى اللي كنت خايف منه، الواد ده لازم نساعده يروح الاقصر في اسرع وقت قبل ما يفهم قوة السلسلة كاملة، وساعتها محدش يعرف يقف قدامه. وبس كده يا جدعان، هو ده اللي حصل بالظبط من ساعة ما رحنا الرحلة لحد دلوقتي. يا زميلي انا لولا شفت اللي انت عملته في الواد بشلة بعيني، انا كنت قلت ان انت بقيت تتعاطى الصراصير ولا حاجة على اللي انت بتقوله ده. يا عم والله ولا بتعاطى حاجة ولا بتاع، ولا حتى حورت عليكم في حرف. انا اصلا كنت همسك الواد ده بهدله لوحدي، بس انا بصراحة لما خفت معرفتش اتصرف وخدوني على غفلة كده. انما وقوفكوا جنبي هو اللي جرأني وخلاني اجيب حقي. انا مش عارفة اشكركوا ازاي بصراحة، انا عمري ما ليا اصحاب ولا حد عمل معايا اللي انتوا عملتوه ده. بطل عبط يا عم، ايه اللي بتقوله ده؟ احنا بينا اخوات مش صحاب كمان، وهتلاقينا دايما في ظهرك. صح هذا شردة ولا ايه؟ انت قصدك على مين؟ خالد؟ حدوته؟ ابن مدرستي؟ ده صاحب عمري يا عم، ده انا بعشقه من زمان. ربنا يخليكوا يا رجالة، والله انا مش عارفة اقول لكم ايه، انتوا اجدع صحاب اتعرفت عليهم في حياتي. يا رجولة قلت لك احنا اخوات مش صحاب، من النهاردة انت شقي، اي حاجة تعوزها كلمني على طول، وانا اديتك رقمي خلاص. مثل ياد مثل. هعمل ايه؟ ما انا لازم اجاريك، ابوك الناظر وهو الوحيد اللي هيعرف يودينا الاقصر. بس اقسم بالله اي حد افترى عليا ولا جه عليا، اول ما هلاقي الصولجان انا هعاقب الجميع، واولهم انت يا بسكوت، انت والعبيط اللي معاك ده. يا اخويا سرحان في ايه؟ لا يا عم ولا سرحان ولا حاجه، انا هخلع انا بقى بعد اذنكم يا رجاله، نتقابل بكره ان شاء الله. سلام يا زميلي، يا زميلي سلام يا اخويا، سلام يا شقي، سلام يا حبيبي. حلو كده بسكوتة ولا اقول له حاجات؟ ما خلاص يا عم انت هترفع له الشمسية، الواد مش خلاص. هو احنا هنعمل مع الواد ده صح يا معلم؟ هنصاحبه بجد ولا ايه؟ هنصاحب مين يا ابن العبيطة؟ احنا بنمشي مع الاشكال دي؟ انا بس كنت بجاريه عشان يغششنا في الامتحانات، بس بعد اللي شفته من السلسلة دي احنا لازم نقفش منه، السلسلة دي اهم من الامتحانات كمان. ايوه كده يا معلمي، هنبيعها ونجيب فلوس ندفعها نشتري بيها الامتحانات متسربة، صح؟ يا عم الغبي، واحنا لو معانا القوة اللي مع الحمار ده هنحتاج امتحانات ولا تعليم اصلا؟ انت بتفهم ولا ما بتفهمش؟ فهمتك يا ابن اللعيبة. طب قول لي بقى يا زميلي انا هعمل ايه عشان نعرف نظبط الكلام ده؟ بقول لك ايه، انت اول حاجة المفروض تعملها دلوقتي تشوف لي لزق ومكتب، عشان صدعت منك على الاخر. بس كده من عينيا فرق. هتعمل بيهم ايه دول يا اسطى؟ هعمل بيهم ايه يعني يا غبي؟ اللزق هلزق بيها بقك عشان ما تصدعنيش، والمكتب هكسره على دماغك عشان زهقت منك. يا عم غور انا مروح. هو اتعصب ليه؟ ولو انت عارف اتعصب ليه يا ريت تقول لنا في الكومنتات، ولو عجبتك الحلقة دي اعمل اشتراك عشان يجيلك الحلقة الجديدة ان شاء الله.